تدرون عاد وش أحلى شيء بالدنيا؟ لما تختار لك شريك حياتك. هذا يكون شيء جميل، أتوقع ما يكون فيه مشاكل كثيرة ولا شيء، يعني يصير في مفاهمات شوي. هذا واحد بعلمكم سالفته. واحد مؤذن مسجد يقول جلست أذن العشاء، يقول المهم يوم خلصت الأذان ولا يوم التفت على ورا وثر واحد واقف وراي، يقول واحد متين وله لحية ويقول شكله يخوف شوي. قال لي مننا صلينا ترى يبيك بعد الصلاة. قلت خير إن شاء الله، ابشر إن شاء الله. يقول المهم يوم ذا صلينا العشاء، يقول يوم قضينا مخلصين من الصلاة، يقول وادخل أنا وياه بغرفة من غرف حقات المسجد. يقول ايش عندك؟ قال والله أبيك تقرأ علي. قال شلون أقرأ عليك؟ أنا والله ما أنا بقرأ. قال أنا أبيك تقرأ. قال محلال ما أنا بقرأ أنا. يقول أنا خفت منه الصراحة. قال أنا أبيك تقرأ. يا ابن حلال والله ما أنا بقرأ. قال اقرأ علي الفاتحة، اقرأ علي آية الكرسي بس، أبيك تقرأ يا أخي. يقول واضح إن عنده شيء. يقول المهم يوم ذا والله وجي وأقرأ عليها الفاتحة 7 مرات. يقول وابدأ بآية الكرسي. يقول يوم قرأت آية الكرسي، يقول يوم دريت ولا الرجال بدأ يستفرغ. يقول على طول جبت الزبالة له اللي بالمسجد، يقول قاعد يستفرغ. يقول يبدأ يطلع شعر من فمه، سبحان الله العظيم، يبدأ يستفرغ ماء وشعر. يقول لي منه خلص وهو يرتاح، قال الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل. يقول المهم اجيب ماء ورشش على وجهه يصحصح شوي واعطيه ماء يشرب يصحصح. يقول قلت انت وش فيك سلامات وش بك؟ قال يا ابن الحلال انا احب لي وحدة عاشقة هاوية، ويوم ذا جيت اتزوجه امي رفضت، تبي تزوجا وحده من قريباته. قلت انا ما ابي احد من اقربات، انا ابيه فلانه، انا عاشقه من يوم حنا صغار وابيها ليها وانبه. يقول بالاول عارضت، يقول اخر شيء والله وانا اتزوجه. يقول كتب الله نتزوجه. يقول طبعا عشت عند اهلي. يقول والله امي ما خلت شيء، كل يوم مشاكل هي وزوجتي، كل يوم تسبه وتطعنه وتشتمه وما بك لفظا الا وتقول له. يقول امي تقول زوجك به ترى فيها ومن شلون وتكلم وكل حاجه. يقول تحاول تعبي راسي. يقول وانا رافض هالكلام هذا كله. يقول انا مقتنع وعارف ان زوجتي زين. يقول المهم طفشت وقرفت من دعواي. يقول وانا انقل من الديره كلها واروح بعيد عنهم. يقول ولا امر عليهم الا كل شهر ونص اروح لما اهلي. يقول ما اجيب زوجتي معي اروح لحالي. يقولوا كل ما رحت طلقه، انت ايش تبي؟ حنا ما نبي، هذه ما تصلح لك، هذه ما ادري شلون. يقول وانا عي قلت والله ما طلقه. فيقول في حد الايام، يقول طبعا انا لي ملابس بالبيت، بيت اهلي. فيقول في حد الايام رجعت لزوجتي. يقول وانا قاعد معها سبحان الله، يقول انا مثل النايم نمت. يقول غطيت. يقول واشوف شيء جاء وسقان شيء بفمي. يقول سبحان الله ما ادري هو حلم هو علم. يقول المهم يوم تنبهت، يقول زوجتي جنبي. يقول وانا التفت عليه قلت انت طالق سدى بدون مقدمات بدون شيء. يقول واطلق زوجتي واهمل نفسي واترك وظيفتي واعوذ بالله تشتت بهالدنيا تشتت. يقول يقول انا ما ادري وش اللي بي. فيقول وانا مار كذا سمعتك تأذن ودخلت عليك الان، ولا والله اني ما ادري وش اللي بي. فيوم انك قريت علي طلع اللي بي، تنبهت الحين وتوي اوعى وعرف وش فيه وتذكر الاشياء كلها وتذكر زوجتي وتذكر اهلي. يقول اثر اهلي هم اللي حاطين لي السحر علشان اطلق هذه. فيقول هذه قصتي. قال الرجال الله الحمد لله على السلامة، وان الله طلع الشر منك والحمد لله، الله يتمم لك الصحة والعافية. فانا اقول المثل هذول يا جماعة الخير، مثل هالام هذه اللي كلها شر، اللي مودية الرجل ولده ومودية امرته. يا اختي اذا ولدت هو حاب من الشيء وحاب يرتبط في انسانه يحبه بسلامته خليه يرتبط. مو هو بالدورين انت سعادته ولدت وراحته النفسيه، خلاص خليه يتزوج اللي يبيه، ما لك علاقه فيه. اذا اختار هو بمزاجه بسلامته خليه يتحمل نتيجه اخطائه، يصير مشاكل يصير شيء ما له علاقه فيه، هو اللي مختار مو انا اللي مختار له.
بس وإذا عاش بسلام الحمد لله. أنا أبي ولدي يعيش في سلام، أبي وحدة تحبه وتغليه وتهتم به وتناظره وتراعيه، هذا أهم شيء بالدنيا. الكل يبحث عن أولاده وعن السعادة في هذه الدنيا. تجين قاعد تقعدين له على ركبه وتغثينه وتغثين الولد تخليه ينقل من عندك، وتبهذلين بنت الناس وتحطين بشيء ما هو فيه وتقذفينه وحالة حاله، وش تبين منه؟ خليها تعيش في سلام، هذه من حقها، خلاص تزوجت ورعيت بيت، خليها تعيش في سلام. مو بلازم الا تصير عندك امه بالبيت علشان تقتنعين بالشيء ذا. ما جت على كيفك خلاص غثيتيه ولا هتيه. فانا اقول خاف الله يا جماعه الخير في بنات المسلمين. يعني الصراحه اللي مثل هلم هذه مشكله. الصراحه كثير يعاني بنات من اشياء تصير بالبيوت بالذات، من ام الزوج ولا خوات الزوج ولا حاجه. ليه يا جماعه الخير؟ والله العظيم خليهم يعيشون بسلام، خليهم ينبسطون، خليهم يطلعون مع بعض ويروحون ويجون مع بعض ويسافرون. الحين لو تطلع المطعم هي وياه، ليش يطلع؟ ليش ما اخذنا؟ نبي نطلع معه، الا تصيرون لصقات لا انت ولا بناتك. خلوهم يا جماعة الخير. ولا اذا راح سافر به ليش يسافر به؟ خليه بيسافر به، مو بمرته مو بعياله، مو من حقهم يستنسون وينبسطون. وشو رجال متزوجة ولدت؟ ما هي علشان تصير له حياته ومملكته وتأمر ببيته على كيفه وتروح وتجي على كيفه هي وياه. مدام ولدس مبسوط ومستانس ما لك علاقة فيه. والله العظيم يا جماعة الخير أشوف بنات كثير تشكي من الشيء ذا، تدخل الأمهات في الحياة الزوجية. خلوهم يا جماعة الخير. أنت ما ترضين إن واحد يتدخل في بنتك؟ أنت بكرة بنتك ستعرس واشوف ام رجله هي تدخلت، ترضين ولا ما ترضين؟ لو تجي تشكي بنتك لك وش تسوين؟ والله انت تصلحين النون وما يعلمون، انت تقبسين الليل مع النهار. علشان كذا لا تدخلين في حياتهم، خليهم يروحون مع بعض، خليهم يجون، خليه يروح البيت انبغى لحاله ايجار وكل خليه يستمتع. ولدي من حقه يستمتع وبنتي من حقها تستمتع. خلاص انا ما بجالس انا الاهم العمر كله. خلاص بعضهم اذا طلع يتعشى جو جو جو، لو طلع يسوق جو جو جو، ولو جاي يسافر اركبوا معه جو نبي نروح معك تسافر. ما يصلح، ما يصلح. ما انا بقول لولدتك انه يعني يصير عاق ولا شيء، لا، لكن اروح بزوجتي الحال، ولا قضيت على هالخشم اوديت انت وخواتي كلكم الحال. الامر سهل، اخلي زوجتي عندها هلا ولا ببيته ولا شيء، واروح انا اوديكم عادي تمشى به. بس متى الناس تاخذ راحته. في ناس كذا من حقهم يا اخي يا جماعه الخير. وانت بكره تشوفين بنياتك وترى ما سويتي ببنت الناس، ترى هو بيسوى ببناتك بكره. خذي قاعده، هذا دين والله انت تستوفين وغصبا عليك، ترضين ولا ما ترضين. احيانا تلفظين الوحده تلفظ ولا تكلم ولا تجرح ولا تهين ولا تقذف ولا شيء على بنت الناس. يا اخي بنت مسكينه جايت انت ترزق الله، وجايت تبي حياه زوجيه، وجايت انت تنبسط مع رجلها، واختارت ولدت من بين الشباب كلهم، واختارتك انت لانك مرت حبيبه وجودي وكل حاجه. ليش تخربين المسائل انت كلها؟ فأنا أقول خلوهم يعيشون في سلام يا جماعة الخير. اللي يبي الراحة العيال وخليه يعيش في سلام، اللي يبي الراحة البنات وخليه يعيش في سلام. ما لك علاقة في شيء أبد، بدامهم مبسوطين ومتولفين وحابين بعض الله يسعدهم ويوفقهم وين ما يروحون. مو بلازم تربط نفسك مع عيالك ولا مع بناتك علشان تلقى السعادة، وما تدير أنت بناتك وعيالك وأنت ببيت ثاني وهم ببيت ثاني. هم اللي ياخذون راحتهم وقراراتهم بالحياة الزوجية، كل يتحمل نتيجة كلامه. ما لكم علاقة بهم والله العظيم. خلاص يا أخي، مسؤولين عن بيت، مسؤولين عن أطفال، مسؤولين، هو يتحملون مسؤوليتهم. تجي تتدخل بهم أنت ببيت ثاني وتتمشيهم على كيفك، ولا تتمشين بنت الناس على هواك ولا تتزعلين. ما يصلح الكلام ذا، مهما كان الله ما يرضى بالظلم. أتمنى لكم حياة جميلة وسعيدة. أنا عندي قصص كثيرة لكم بالشيء ذا، بس والله العظيم أنا حبيت أعطيكم كلمات بسيطة مع قصة قصيرة. أتمنى رسالتي وصلت للجميع. نلقاكم إن شاء الله في قصص قادمة. في أمان الله، مع السلامة.